طبعا كلنا عارفين ان كلمة تيرن معناها يدور او معناها يلف. بس تعالى النهارده اقول لك ان كلمة تيرن لها معاني تانية كتيرة جدا، وتعالى مع بعض نشوف المعاني دي ايه. طبعا عشان نغير المعنى بتاعها بنقول ان كلمة تيرن بيجي وراها بريبوزيشن اللي هو معناها حرف جر، بيتحول لفعل اصطلاحي وبالتالي هيتغير المعنى بتاعها. اول فعل عندنا تيرن اون اللي هي معناها يشغل، يشغل جهاز او يشغل آلة. زي ما هقول please turn on the light. please turn on the light يعني من فضلك اضئ الانوار او شغل الانوار، يبقى turn on معناها يشغل. عندنا كمان turn off اللي هي معناها يطفئ، يطفئ جهاز او يطفئ آلة او يطفئ برضو الانوار. زي مثلا الجملة اللي جاية بيقول please turn off the light. please turn off the light يعني من فضلك اطفئ الانوار او اطفئ الاضاءة، يبقى turn off معناها يطفئ. عندي كمان كلمة turn down معناها يقلل او معناها يخفض او معناها يقلل من حدة صوت او من درجة حرارة. ممكن نقول turn down your voice, the baby is sleeping. turn down your voice, the baby is sleeping اللي هي معناها اخفض صوتك لأن الطفل الصغير بيكون نائم، يبقى turn down يخفض يقلل. طيب عندي كلمة turn up معناها يرفع أو معناها يزيد، يرفع من الصوت أو يرفع برضو درجة الحرارة. زي ما هقول turn up your voice I can't hear you. turn up your voice I can hear you معناها ارفع صوتك أنا لا أستطيع أن أسمعك، يبقى turn up يرفع أو يزيد. عندنا كمان كلمة turn into اللي هي معناها يتحول إلى، يعني بنحول من حالة لحالة أخرى. turn into يتحول إلى. We should turn our desert into Greenland. We should turn our desert into Greenland اللي هي معناها يجب أن نحول صحراؤنا إلى أرض خضراء أو إلى أرض زراعية، يبقى turn on into يتحول إلى. للتذكير عندنا كلمة turn on يعني يشغل، و turn off معناها يطفئ، وعندي كمان turn up يرفع أو يزيد، و turn down يخفض أو يقلل، وكلمة turn into اللي هي معناها يتحول إلى. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتعرف حد ممكن يستفيد أو مهتم باللغة الإنجليزية ممكن تعمله شير. ولو عاوز تتعمق أكتر في اللغة الإنجليزية وأسرار اللغة الإنجليزية طبعا أكيد هيشرفني وجودك في القناة ومتابعة باقي الفيديوهات. كان معاكم مستر مشهور، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.